فاكر الاي او اس 7 والتغيير القوي والجذري اللي عامله اول ما نزل؟ شكل الايقونات اتغير والالوان بقت احسن والتصميم المودرن اللي خلى الاستخدام اسهل وابسط بكتير. فالمره دي بقى باين كده ابل حابه ترجعنا بالزمن 12 سنه لورا وقررت تعمل تغيير جذري تاني في الاي او اس 19 الجديد. بس يا ترى ايه التغييرات اللي هتحصل في التحديث ده؟ وليه في ناس بتقول انه مستوحى من الفيجن او اس؟ والاهم من كل ده، ايه الاجهزه اللي هتدعم التحديث ده؟ ومن غير ما اطول اكتر من كده، خلينا ندخل في الموضوع على طول. انا خالد جد، ويلا بينا. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب جميعا ان شاء الله. لو تفتكر معايا مؤتمر WWDC سنه 2013 لما ابل اعلنت على الاي او اس 7، الاصدار ده كان فيه تغييرات كبيره جدا وقتها عن الاصدار اللي قبله، والفلسفه العامه للتصميم في الاصدار ده هي اللي مكمله معانا لحد الاي او اس 18. لكن كل ده هيتغير في تحديث الاي او اس 19، واللي ابل قالت انه هيتم الاعلان عنه في ميعاده في شهر يونيو اللي جاي في مؤتمر WWDC 2025. بس حاليا في بعض التسريبات عنه ومؤكده بنسبه كبيره، واللي نعرفه لحد دلوقتي ان الفكره العامه للتصميم رايحه ناحيه القوام الشفافه وشكل الواجهه الزجاجي. فالتسريبات مبينه ان بقى شكله ألذ وبقى مودرن اكتر، ده غير انه مخلوا الحواف بتاعت الصفحات والبوب اب مسجز بقت دائريه اكتر. ويعتبر تطبيق الكاميرا من اكتر التطبيقات اللي حصل فيها تغيير. اعدادات الكاميرا والمودز بتاعتها بقت ابسط ومترتبه احسن بكتير من الاول، وهتلاحظ ان التصميم ده واخد من نفس روح الابل فيجن برو. وطبعا منطقي ان ابل بتحاول انها تعمل كده علشان يكون في تكامل ما بين الاجهزه وبعضها، بحيث انها تديك نفس اليوزر اكسبيرينس على كل الاجهزه. فاحتمال برضو بنسبه كبيره الايباد او اس والماك او اس يوصل لهم نفس التغييرات في التصميم هم كمان. ولو عايز تجرب بنفسك وتشوف حاجه واخده نفس الستايل اللي بنتكلم عليه ده، نزل ابلكيشن ابل سبورتس وهتلاقيه شبهه جدا. وكمان في تسريب مش مؤكد لكن لسه ما زال في ناس بتتكلم عنه، ان شكل الايكونز في الاي او اس 19 احتمال تتغير من الايقونات المربعه بحواف دائريه للشكل الدائري بالكامل. بس زي ما قلت التسريب ده مش اكيد قوي. اما بقى بالنسبه للاجهزه اللي هيوصل لها التحديث ده، فهي الاجهزه اللي ظاهره قدامك على الشاشه، واللي بتبدا من الايفون اس اي 2 وكمان سلسله الايفون اكس ما عدا الايفون اكس العادي. فيعتبر نسبه كبيره من الموبايلات هتدعم التحديث ده، ودي حاجه ايجابيه جدا. ده كان فيديو صغير كده في السريع، بس ما يمنعش برضه اني حابب اعرف رايك في التصميم، وهل لو متاح ليك تحديث هتنزله ولا هتفكس له؟ اكتب لي رايك في التعليقات. وبس كده، دي كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمني بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفادوا هم كمان. لو عندك اي اسئله او استفسارات اكتبها لي في التعليقات، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.